إبراهيم سعيد بيكشف مخطط مرتضى منصور لإدارة نادي الزمالك من خلف الكواليس. هيجيب خيال مآتة ويبقى هو رئيس نادي الزمالك، ومع احترامي الكامل لكابتن فاروق جعفر أو مش مصطفى، لا، أيمن يونس الاتنين دول صبيان مرتضى منصور، ولكن خلف الكواليس مرتضى منصور زقهم علشان يترشحوا كرؤساء لنادي الزمالك، وهو يبقى اللي بيدير النادي في الظل من خلال عرايس الماريونيت. كلام كتير قاله إبراهيم سعيد على مخطط مرتضى منصور لضرب كرسي في الكلوب فيها يخفيها. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. ابراهيم سعيد اتكلم على انتخابات نادي الزمالك واللي حاصل في نادي الزمالك، وبالمناسبه احنا لسه منزلين فيديو حاليا من حوالي نص ساعه او من ساعه تقريبا على قناتنا الاساسيه الاهلاويه على اليوتيوب، واحد عددها 54,000، لهروب خالد لطيف بعد زفة بلدي أخدها من أعضاء نادي الزمالك. قالوا فين الصحافة، فين الحرام اهو، فين فلوس النادي، يا حرامي يا حرامي، والعزبة راحت والعزبة مشيت إلى آخره. لكن إبراهيم سعيد بيفجر مفاجآت بالجملة، وهي نية مرتضى منصور للعب خلف الكواليس، لأن مرتضى منصور ما رماش الفوطة، ومرتضى منصور هيتواجد في نادي الزمالك سواء بشخصه أو بأشخاص أخرى هو يحركها لحين تواجده بشكل رسمي في نادي الزمالك. طيب، ما تيجوا نطلع ونسمع ونشوف الحكاية من لسان إبراهيم سعيد نفسه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفنا ومره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. وبذكر حضراتكم ان انا سايب لكم لينك القناه الاساسيه عددها 54,000، اتمنى حضراتكم تشتركوا فيها لان احنا بننزل فيديوهات هنا مختلفه عن الفيديوهات اللي بننزلها في القناه الاساسيه، فعشان ما يفوتكش اي فيديو اشترك في القناه هنا واشترك في القناه هنا وفعل زر الجرس هنا وفعل زر الجرس هنا واختار كل الاشعارات هنا واختار كل الاشعارات هنا. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف ابراهيم سعيد قال ايه، وتعالوا لي مره اخرى عشان نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. رؤيتي كده ان كل واحد واخد الجبهه بتاعته. الحاجه الوحيده اللي بحترمها ويمكن عايز اديله حقه هو كابتن احمد سليمان. كابتن احمد سليمان على فكره عملت معاه على المستوى الشخصي وانا في المنتخب، اولا شخصيه محترمه جدا، شخصيه بتحب نادي الزمالك، والنهارده او في اليومين اللي فاتوا رد على حاجات كثيره جدا، اللي هو مش بيحب نادي الزمالك وعامل عايز يعمل مشاكل نادي الزمالك. واحد كان داخل المفروض ان هو بيرشح نفسه رئيسا لنادي الزمالك بعد قعدته مع استاذ حسين لبيب، من خلال يعني المحادثات بتاعته والكلام بتاعه والتصريحات بتاعته الراجل دخل عضو مجلس اداره فوق السن. فده معناه ايه؟ معناه كل الكلام اللي الناس كانت بتسمعه عنه جمهور نادي الزمالك او جمهور الكره المصريه عن كابتن احمد سليمان، الراجل النهارده رد على كل الناس ان مش كل حاجه تتقال، مش ابراهيم النهارده هيقول على فلان وحش يبقى وحش. تشوف الفعل بتاعه، من خلال فعله بيحب نادي الزمالك، وبتمنى له التوفيق لان هو من الشخصيات المحترمه ومن الشخصيات الزملكاويه اللي فعلا بتحب نادي الزمالك، وده اللي احنا منتظرينه الفتره اللي جايه. النقطه الاهم بقى ان في بعض الكلام اللي اتقال من خلال مصادرنا، يعني ان الاستاذ مرتضى منصور بعت رساله لكل الاحبه بتاعته وكل اصحابه، قال لهم ما حدش يخش الانتخابات. الوحيد اللي خرج بره الموضوع ده هو اللواء علاء ميلي. طبعا النبي بالحب جانب بس الراجل بيحب نادي الزمالك، يعني هو عشان دخل مثلا في الانتخابات يبقى وحش؟ هو راجل محب، راجل بصراحه يعني على مدار تاريخ نادي الزمالك كان الاستاذ علاء ميلد او اللواء علاء ميلد كان موجود في نادي الزمالك، والراجل محب لنادي الزمالك، مش عشان هو ما سمعش كلامك. في ناس طبعا سمعت الكلام وخافوا وسمعوا الكلام وما دخلوش، واسماء كبيره يعني للاسف. هو دي كانت مشكله نادي الزمالك في الفتره الاخيره، ان واحد بس هو اللي بيدير. فهل دلوقتي يمكن كابتن فاروق جعفر خد زي ما بيتقال خد الضوء الاخضر من مرتضى منصور ان هو يخش اداره نادي الزمالك او رئيسا لنادي الزمالك. ده كابتن فاروق طبعا نجم كبير واسم كبير جدا. هل لو نجحت بقيت رئيس نادي الزمالك انت اللي هتدير ولا مين اللي هيدير؟ مش عايز اسمع بس معناها ان مرتضى يقول لك خش الاداره، فمعناها كده ان انت مش انت اللي هتدير لما يطلع يفضح الدنيا ويخربها خالص. ففين الشخصيه؟ فينك كاسم كبير؟ هل لو كان مرتضى كان قال لك ما تخشش رئيسا لنادي الزمالك كنت هتسمع كلامه؟ ولا انت عشان هو قال لك خش
يا جماعه كابتن فاروق جعفر ده اسم كبير جدا. طب انت نجحت دلوقتي، اعضاء الجمعيه العموميه اختاروك، هل انت اللي هتدير ولا مرتضى اللي هيدير؟ اصل مرتضى ما دام يعني اتفق معاك الاتفاق ده، يعني معناه ان هو ممكن لو انت بقيت رئيس نادي هو اللي هيدير. وهنرجع بقى للمواضيع تاني. نادي الزمالك بيدار مش من خلال رئيسه، بيدار من خلال شخص. طبعا مشكله كبيره. وطبعا كابتن برضو ايمن يونس برضه وارد ان هو على فكره النهارده ممكن يرشح نفسه رئيسا لنادي الزمالك. طيب الاهم بقى ان لو كابتن فاروق جعفر نجح وكابتن ايمن يونس نجح، طب والاستاذ حسين لبيب ما نجحش، طب التعامل هيبقى ازاي بقى؟ هنرجع تاني للازمات، نادي الزمالك. فانا شايف ان ما زال برضه نادي الزمالك عنده بعض المشاكل، لان ما حدش عارف ايه، وده اللي انا قلته وناس زعلت ان ما حدش عارف عايز ايه، مين عايز يروح فين، مين عايز يجي منين. اتمنى نادي الزمالك في الفتره اللي جايه يستقر، لان نادي الزمالك عنده مشاكل كتير جدا، عنده مشاكل قيد، عنده مشاكل في اللعيبه، عنده مشاكل في العقود، لا ازمات، عنده مديونات مع اتحاد الكوره وحتى اتحاد كره اليد، عنده مشاكل، وعنده لعيبه كانت انضمت لنادي الزمالك ورافعين قضيه وليهم مستحقات ومشكله شيكابالا. لا موضوع صعب جدا. فبتمنى يبقى في تكاتف من المحبين، لان الكلام حلو قوي. يعني انت ممكن تقول احلى كلام ان انا هعمل واسوي، بس تيجي على وانت قاعد على الكرسي تلاقي نفسك ما تعملش، ترجع تاني للازمات اللي موجوده في نادي الزمالك. بتمنى ان الفتره اللي جايه تعدي على خير، لان نادي الزمالك قيمه كبيره جدا واسم كبير، ومشاكله اكيد هتاثر على الكره المصريه، خصوصا كمان ان على مدار التاريخ الكره المصريه مع احترام باقي الانديه هو اهلي وزمالك. فبتمنى ان اولاد النادي، ويمكن انا اتكلمت في النقطه دي قبل كده، النادي الزمالك كان مفتقد ابنائه وكان مفتقد الرموز بتاعته. اتمنى حتى رئيس النادي اللي هيبقى موجود او اللي هينجح يقدر يلم ولاد النادي المخلصين اللي بيحبوا النادي، مش ولاد نادي الزمالك اللي هو مجرد ان انا اسمي في نادي الزمالك بس ما بأديش الواجب اللي عليا. ان شاء الله بتمنى التوفيق في الفتره اللي جايه، وان يقدر نادي الزمالك يلم الشمل تاني ويقدر يلم اولاده ويبعد بقى عن الصراعات اللي اخرت نادي الزمالك، لان غياب نادي الزمالك عن المنافسه هو خساره للكره المصريه. قبل بقى ما ننهي حلقتنا النهارده، يمكن في تعليق كده انا حابب ان انا اتكلم عليه. في واحد كده بصرم غريب بصراحه، يعني الصرم ايه؟ مش ممكن. اول ما استاذ حسين لبيب اعلن القائمه بتاعته والاسماء اللي موجوده، ابو صرم ده عامل ايه؟ ما دام يا جماعه والله بجد اللي بيحب نادي الزمالك واللي بيحب الانتماء بتاعه وبيحب النادي بتاعه بيتمنى الخير للكل. ابو صرم ده عمل ايه؟ قام منزل مبروك. يعني انتوا متخيلين الرياكشن بتاعه؟ هو ابو صرم ده يعني المفروض يصفي الليل، لان هو خربها هو واخوه وابوه. فيا اخي اتمنى الخير. انت عمالين تتكلموا انتوا محبين لنادي الزمالك وعشاق لنادي الزمالك، طب دعم الناس. خلاص انت خلاص خرجت انت وابوك واخوك عن الساحه لان كنتوا خربتوها وبوظتوا الدنيا، فاتمنى الخير. هو انت لازم تبقى موجود في الكرسي عشان نقعد نقول اي كلام وخلاص؟ فبلاش السواد ده، كفايه صرم بقى كفايه صرم بقى، خربتوها خالص. في البدايه هو اشاد باحمد سليمان وقال عليه محترم وي 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 وي، وانا هتوقف عند الجزئيه دي. كل الكلام اللي قاله على احمد سليمان واضح ان ابراهيم سعيد مش متابع احمد سليمان كويس. احمد سليمان في لقاء مع مهيب عبد الهادي قال له بشكل مباشر علاقتكم بالنادي الاهلي لو انت بقيت رئيس لنادي الزمالك هتبقى شكلها ايه، وهل هيبقى في يعني مصالحه وفي يعني روح وديه وروح رياضيه الى اخره. كل كلمه والتانيه يقولها احمد سليمان على النادي الاهلي يقول النادي المنافس، ما جابش سيره كلمه النادي الاهلي خالص. وقال ردا على سؤال مهيب عبد الهادي علشان يبقى فيه روح رياضيه واحترام وادب واخلاق ما بيننا وما بين النادي الاهلي، لازم يبقى فيه عداله في التحكيم، لازم يبقى فيه عداله في الطرح، لازم يبقى فيه عداله في الاعلام، لازم نادي الزمالك ياخد زي النادي الاهلي، بعد كده يبقى فيه حب وقام واحترام وكده. رامي شماعه ان هو يبقى في علاقات طيبه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك على انه يبقى في عداله في التحكيم وعداله في مش عارف ايه وعداله وجو المظلوميه هو. فانت بتقول على احمد سليمان ان هو محترم وفيه لا معلش انا بختلف معاك في النقطه دي. احمد سليمان زيه زي مرتضى ولكن بوجه اخر، زيه زي اي زملكاوي ولكن بوجه اخر، ارضاء للجماهير المتعطشه للكراهيه والفتنه. لازم يبقى هذا موقفه وهذا كلامه. فاحمد سليمان بعيدا عن ان هو يعني نادي الزمالك او هو يبقى رئيس نادي الزمالك او غيره، هو لا يستحق مننا اي احترام او اي اشاده. ده بالنسبه لاحمد سليمان. اما الجزئيه الاخرى وهي ان مرتضى منصور وراء ترشح
كابتن فاروق جعفر، مع احترامي الشديد لكابتن فاروق جعفر، لكن اذا صح هذا الكلام فهو هيكون عروسة ماريونيت يتحرك من خلال مرتضى منصور لحين عودة مرتضى منصور بعد ما يخلص القواضي والكوارث اللي عنده. ممكن يرفع بقى قضية ببطلان الانتخابات، يلاقي له اي ثغرة قانونية، يشكك في حاجة، يعمل مصيبة زي ما حصل قبل كده واوقف الانتخابات والانتخابات اتعادت مرة اخرى. هل دي تمثيلية هتكون موجودة من مرتضى منصور؟ الله اعلم. حاليا مرتضى منصور بيطالب ان هو يبقى ياخد ال 151 مليون جنيه اللي اداها له تركي وهو اهداها لنادي الزمالك، على الرغم ان هو ما اهداش حاجه لنادي الزمالك، ولكن هو بيقول انا ليا كذا وليا كذا عايزها من نادي الزمالك، بخلاف اللي خده من نادي الزمالك، بخلاف الفيديوهات اللي بتوضح قد ايه ان اللجنه الثلاثيه الاولى وضحت قد ايه ان مرتضى منصور ليه مصايب وكوارث ويعني موبقات في نادي الزمالك، وعقد امام عاشور اللي اختفى، وال3 مليون دولار اللي اختفوا، وال350 الف جنيه اللي كانوا بيطلعوا بشكل شهري لاسامي وهميه في نادي الزمالك بياخدوا اجور لاشخاص غير متواجدين اصلا في نادي الزمالك، وال50,000 وعفوا وال20,000 عضويه المزوره في نادي الزمالك، او اللي هي يعني ناس واخداها وهي ما تستحقش انها تاخدها، اللي دافع 5 و6 7,000 جنيه واخد عضويه بدل ما يدفع مثلا 200,000 ولا 300,000 ولا 400,000، لا دافع 3 4,000، وفي التقسيط على اجل يعني اجل بعيد، والمحلات اللي بتتأجر لسنة 40 قدام واخدين فلوسها مقدم. كل ده راح فين؟ ويعني نادي الزمالك تحمل مصايب وكوارث نتيجة إدارة فاشلة، إدارة همها جمع الفلوس، مستحقات لعيبة ما بتاخدش ضرايب، واستادات ليها فلوس، الضرايب ليها فلوس، الأوقاف ليها فلوس، التأمينات الاجتماعية ليها فلوس، استاد القاهره له فلوس، برج العرب له فلوس، اتحاد الطايره، اتحاد القدم، اتحاد اليد، كل دي ليها فلوس عند نادي الزمالك. كل المؤسسات، الميه والنور والغاز، كل دي ليها فلوس عند نادي الزمالك. نادي الزمالك عليه فوق ال5 مليار جنيه. كل ده راح فين؟ ده غير بقى القضايا اللي على نادي الزمالك من قبل اللاعبين ومستحقات اللاعبين. كل ده راح فين؟ الفلوس دي راحت فين؟ ومع ذلك يجي يقول لك فين الساعات يا خطيب؟ حطت فوق دماغك، وربنا كشفكم على حقيقتكم ووراكم ان هو بيستركم مره واثنين وثلاثه واربعه، لكن لما ربنا بيشيل الستر من عليك او بيرفع الستر من عليك، اعرف ان انت بتتفضح فضيحه ملهاش حدود. احنا بنقول لابراهيم سعيد في بعض الجوانب ناقصاك عن موضوع احمد سليمان. احمد سليمان لا يستحق لا الاشاده ولا التحيه ولا اي حاجه من خلال اي اهلاوي، لانه هو زيه زي مرتضى منصور ولكن بطريقه اخرى وبشكل اخر. اما عرايس الماريونيت، طبعا مرتضى منصور مستحيل ان هو يسيب السبوبه او يسيب الورث اللي اخده نادي الزمالك، اكنه الورث بتاعه اخده من الحكومه في مقابل الصمت على بعض المسؤولين اللي هو قال ان هو واخد عليهم سيديهات وعليها فضايح وعليها كوارث وهو مش هيظهرها وهي مش عارف فين والكلام ده كله. فمرتضى منصور سكوته دلوقتي مش معناه ان هو راضي بالامر الواقع، لا، معناه ان هو بيخطط لشيء ما. ايه هو ده اللي هتشوفه في الفترة القادمة. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مرة تشوفني، اول مرة تخش قناتي، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناة كل الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.